الحدود ممكن تفتح يوم من الايام. امسح الكابا ديال الجنرال الجزائر كنقولها بهذا المصطلح. شنو هو اصل الصراع؟ وماذا بينا ما نشوفوهمش كاع. فرحت من قلبي، كنت نسنى يخرجوا من كاسيفيتا. الناس بيان كو يخرجوا لمروك وراهم خرجوا الحمد لله يا ربي. Du peuple du Sahara occidental. Vous manifestez votre solidarité, votre soutien, mais en même temps, vous injectez votre venin, vous insultez les morts, vous insultez les Marocains. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضر على واحد الموضوع اللي ديما كيشغل النقاش ما بين المغاربه والجزائريين. علاش العلاقه بيناتنا معقده؟ واش هو صراع حقيقي ولا غير سوء تفاهم؟ اول حاجه غادي نبداو بها، شنو هو اصل الصراع؟ المغاربه والجزائريين كما كنعرفوا شعبيين وجيران، صافي بليزير عندنا خوتنا هكا، عندنا نفس الدين نفس التقاليد وتقريبا اللهجات ديالنا متقاربين، ولكن المشاكل السياسيه بين الحكومات ديالنا بحال مشاكل الحدود والصحراء تماما خلقت واحد الجدار بيناتنا اللي ما يمكنش لينا اننا نكتشفوه، وهذا الجدار كيكبر مع الوقت بسبب الاعلام اللي كيغذي هذه الخلافات. ثاني حاجه هو الدور ديال السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا ولا كلشي كيبغي يثبت باللي بلادو حسن من الاخرى، وبالخصوص في الميمز والتعليقات الساخره. الجزائر ما عليهاش مديونيه، دي علامه من علامات الشعب. مثلا المغاربه كيسخروا من الجزائريين بسبب النطق ديال بعض الكلمات. والجزائريين كيردوا بنفس الاسلوب. اسمع لما تغني والشبع. ولكن بعض المرات هذا الشيء كيتحول للسب والكره اللي ما عنده حتى شي سبب منطقي. ثالث حاجه هي واش حنا فعلا مختلفين؟ الا جينا باش نقولوا الحقيقه راه المغاربه والجزائريين بحال كلنا راه كناكلوا الكسكس والحريره، الموسيقى ديالنا راه متشابهه، شكون اللي ما كيعجبوش الراي وشكون اللي ما كيعجبوش الراي، وحتى من العادات ديال الاعراس ورمضان والاعياد تقريبا راه بحال. رابعا شنو هو الحل باش نكونوا متفاهمين؟ بلاص ما نبقاو نركزوا على الخلافات اللي هي غالبا غير سطحيه، علاش ما نركزوش على الحاجات اللي كتجمعنا؟ راه الجيل ديالنا هو اللي خاصو يحيد هذا الجدار هذا اللي بناتو السياسه. دابا غادي نطرح عليكم واحد السؤال وبغيتكم تجاوبوني في لي كومونتير. واش كتحسوا فعلا انه كاين اختلاف ما بين المغاربه والجزائريين، ولا هذا الصراع غير وهم خلقاته السياسه والاعلام؟ خليو لي الراي ديالكم في التعاليق ونتناقشوا فيه، وتشتركوا في القناه باش يبقاو يوصلوكم مواضيع جديده. ديروا لايك وبقاو معايا في الفيديوهات الجايه. تهلاو ليا في راسكم.